El presentar a su excelencia el señor Harry Boumediene, presidente del Consejo de la Revolución y del Consejo de Ministros de la República Argelina Democrática y Popular. Hello, Algeria. Hello, Brussels. Hello, Paris. This is the UND, commentators brief in the General Assembly Hall. Viva Paris. Viva Paris. Allô Paris. Allô Paris. Allô Paris. L'examen du point de l'ordre du jour intitulé Étude des problèmes des matières premières et du développement. Hello, this is the UN commentator booth and the program line in the General Assembly Hall. إن البلاد المتطورة إذ تسيطر على الجزء الهام من الأسواق الأساسية للمواد الأساسية، وإذ تتمتع باحتكار شبه مطلق في صناعة المنتوجات المصنعة ومواد التجهيز، إلى جانب احتكارها لرؤوس الأموال والخدمات، قد تمكنت من أن تحدد حسب هواها كلا من أسعار المواد الأساسية التي تأخذها من البلدان السائرة في طريق النمو، وأسعار البضائع والخدمات التي تزود بها هذه البلدان، وبهذا تجد نفسها في موقع يمكنها من خلال طرق عديدة أن تبتز لفائدتها ثروات بلدان العالم الثالث. ذلكم أيها السادة هو أساس النظام الاقتصادي العالمي الذي نعيش في ظله اليوم، وهو في نظر أغلبية البشرية نظام جائر بال تجاوزه الزمن تماما، مثل النظام الاستعماري الذي يستمد منه أصوله ومضمونه، ولكونه نظاما ينمو ويتدعم ويزدهر بفعل ديناميكية تعمل دون توقف على إفقار الفقراء وإثراء الأثرياء، فإنه يشكل عقبة كبرى في وجه أي فرصة للتنمية والتقدم لمجموع بلدان العالم الثالث. لقد حان الوقت لتوضيح هذه المشاكل حتى يتحمل كل واحد مسؤولياته، وحتى يتضح للبلدان النامية أن إدراج عملية التنمية في جدلية الكفاح على الصعيد الدولي واعتماد هذه البلدان على نفسها وعلى مواردها الخاصة في الدخل هي المقومات الرئيسية للسلوك الوحيد الذي يفرض نفسه على البلدان السائرة في طريق النمو. فمما يدعو إلى الدهشة أن يدشن الإنسان العقد الحالي بغزو القمر، مبرهنا بهذه البراعة الخارقة على أن قدرته العلمية والفنية هي في مستوى أعقد المشاكل التي تطرحها الطبيعة، في حين يكاد يكون عجزه مطلقا أمام مأساة الفقر والبؤس التي تشد بخناق العالم. إن مشكلة التنمية المطروحة منذ ربع قرن على اعتبار أنه يمثل إحدى الأولويات في العالم قد أصبح اليوم هو أولوية الأولويات التي ينبغي علينا أن نواجهها دون انتظار إذا كنا نريد تجنب الاحتمال المؤلم بتحول هذا المشكل إلى مصدر لانفجار يستحيل التحكم فيه. Aujourd'hui, nous sommes pour une politique de dialogue. Nous sommes pour le dialogue. Nous demandons qu'on nous écoute. Qu'on nous écoute. Aujourd'hui, je crois qu'on commence à nous écouter. Qu'on commence à nous écouter et grâce un petit peu au pétrole. معركة البترول أن الجزائر كانت في المقدمة وفتحت هذه المعركة على نطاق واسع للغاية. في هذه ال10 سنوات
بلادنا بينت بأن البترول ما هوش ممكن باش يبقى دولة في داخل الدول المنتجة للبترول. بينت عمليا بإقامة نظام داخلي للإشراف على هذه المادة الحيوية اللي هي الروح نتاع الاقتصاد العصري أو نتاع الصناعة بالخصوص. بعد دخلنا في السلسلة نتاع التأميمات. التأميمات اللي هي شفنا هذيك القلاع نتاع الكارتل طاحت واحدة بعد الأخرى. إذا كان نركز على القضية نتاع البترول لأنها مهمة جدا، وتعرفوا كل ما يزيد مثلا كل ما نزيد دولار في البرميل الواحد يسمى ننقل تقريبا بين 10 و 15 مليار دولار من الدول المصنعة إلى الدول المنتجة نتاع البترول. يعني ضربنا هذه الدول المصنعة في المكان اللي يوجع. العملية ما هيش عملية سهلة وما هيش عملية بسيطة. كان في واحد اللي عاش التجربة هذه، عاشها بكل الجوارح نتاعو، عاشها بالدم نتاعو، بالروح نتاعو، بالأعصاب نتاعو. ربما واحد من المتحدثين الآن أمامكم. باش تدافع على الثورة احنا نقوم بالواجب نتاعنا، قمنا بالواجب نتاعنا ونقوم بالواجب نتاعنا، وما دام فينا عرق، نقول عرق واحد ينبض، سنقوم بالواجب الثوري. مخروب محمد درس لمدة 2 بالأزهر الشريف و2 بثانوية الخلدونية، ولكنه كان أيضا يناضل في صفوف حزب الشعب ويقوم بتدريبات عسكرية. الأزهر c'était un lieu où on apprend évidemment une sorte de couverture aussi. On militait en marge, c'est-à-dire en dehors de nos études, on militait dans les formations politiques. On faisait n'importe quoi, en réalité. Mais en dehors d'une certaine activité militante et en dehors des études, effectivement, moi j'ai activé, par exemple, dans des commandos égyptiens. J'ai participé avec des commandos égyptiens, l'apprentissage des armes, l'utilisation des explosifs, tout ça. On a fait beaucoup de stages. La majeure partie des étudiants à l'époque profitaient de n'importe quel stage qui s'offrait à eux pour apprendre. Parce qu'on sentait que quelque chose va arriver en Algérie.